أحقر وأندل حيوان في العالم هو طائر الوقواق. ليش عم أقول لك ندله حقير؟ تعال لك، يعيش في أفريقيا، يعني أفريقي الأصل. كل عام يطير ويهاجر آلاف الكيلومترات ليوصل لغابات أوروبا، ويبلش بقى الندالة والحقائر. وتبلش أنثى الوقواق تدور على أعشاش الطيور التانية، ولكن مو لتاخذ الأكل أو تخرب العيش، لا، بل تحط البيضة تبعيتها بقلب هذا العيش. وللأسف الطائر اللي عم تحط معه البيضة بيكون غشيم وما بينتبه إنه في بيضة غريبة بعيش. وبيضة الوقواق بتفقس أسرع من الطيور التانية أو بيوض الطيور التانية. والأغرب من هيك إنه صغير الوقواق أو طائر الوقواق وقت يفقس بقلب هذا العيش بصير يرمي إخواته بالرضاعة، أو إخواته يعني بالعيش نفسه بصير يرميهم ويقتلهم، حتى يحصل هو على كامل الغذاء وكامل الاهتمام من هدول الطيور. يعني حقارة وندالة بالوراثة معلم، بالميلي. طبعا بيكبر بسرعة أكبر من باقي الطيور، وبصير أكبر من أمه وأبوه يلي بالتبن، حتى شكله مختلف عنهم. وهيك كان بيعيش طائر الوقواق بالحقارة.